ممكن قرار يتاخد أو معركة تنتهي بشكل مختلف تفتح باب جديد كان مقفول. النهاردة هنتكلم عن سيناريو مختلف، مصر من غير الاحتلال البريطاني. يا ترى كنا ممكن نوصل لفين؟ تعالوا نفكر بهدوء ونرجع ورا شوية ونشوف أصل الحكاية. Let's go! تخيل معايا كده مصر من غير الاحتلال البريطاني، من غير يوم 11 يوليو 1882 اللي الإنجليز ضربوا فيه الإسكندرية والمدافع والبارود خلى السما سودا. الليلة دي كانت لحظة كسر مصر. بس تعالى نمسحها كده من التاريخ ونعيش في مصر اللي الإنجليز عمرهم ما شافوها. القصة من الأول بدأت مع إسماعيل باشا اللي مسك الحكم سنة 1863 وكان عنده طموح يخلي مصر تبقى أوروبا التانية. إسماعيل ما كانش راجل عادي، كان راجل بيحلم إنه يبني مدن ويشق ترع ويفرش الشوارع بالأشجار. حتى قال جملته المشهورة: مصر لم تعد جزءا من الشرق بل أصبحت جزءا من أوروبا. وده مش كلام وخلاص على فكرة، ده كان واقع. إسماعيل باشا عمل دار الأوبرا سنة 1869، نفس السنة اللي قناة السويس اتفتحت فيها بحضور الإمبراطور أوجيني والسلطان عبد العزيز وسفراء العالم كله. مصر وقتها كانت بتبص لنفسها على إنها دولة عظمى. شبكة السكك الحديد كانت الأطول بعد بريطانيا، كان عندنا مصانع ومزارع وكان التعليم بيبتدي ياخد شكل جديد. بس للأسف الأحلام الكبيرة بتكلف والدولة غرقت في الديون. إسماعيل اضطر يبيع حصة مصر في قناة السويس للإنجليز سنة 1875 ب4 مليون جنيه استرليني، والرقم ده كان كارثة وقتها. وبعدها بسنة فرنسا وإنجلترا عملوا لجنة المراقبة الثنائية اللي مسكت مالية مصر، لكن المصريين رفضوا وطلعوا في مظاهرات. ودي كانت بداية الثورة العربية. الإنجليز خافوا على مصالحهم خصوصا قناة السويس وخدوا القرار، ضربوا اسكندرية يوم 11 يوليو 1882. تخيل كده لو المشهد ده اتغير وعراب انتصر، لو معركة التل الكبير انتهت بفوز الجيش المصري، الدنيا كانت هتتبدل. الجيش المصري كان هيتبني من جديد. وقتها كان عندنا مصانع سلاح في حلوان بتطلع بنادق ومدافع، كانت بداية حقيقية لجيش وطني قوي. والمعاهد الحربية اللي اتقفلت كانت هتفضل شغالة، والضباط المصريين كانوا هيتعلموا أحدث التكتيكات العسكرية. التعليم كان هيتطور. إسماعيل باشا كان بدأ يبعت بعثات لأوروبا وكان عايز يعمل تعليم على أعلى مستوى. كان زمان الجامعة المصرية اتأسست من 40 سنة بدري عن ميعادها، وكان ممكن مصر تبقى من أوائل الدول اللي عندها نظام تعليم حديث. ومش بس كده، مصر كانت هتكمل تصنيع. كان عندنا مصانع غزل ونسيج ومصانع زيوت وسكر وصابون. كانت البداية لثورة صناعية مصرية حقيقية. لكن الإنجليز جم وقفوا كل ده، قفلوا المصانع وحولونا لسوق بيستهلك المنتجات البريطانية بس. وحتى الزراعة كانت هتفرق. أحمد عرابي أصلا كان فلاح وكان فاهم إن الفلاح هو عمود مصر الحقيقي. كان ممكن يعمل قانون يوزع الأراضي بشكل عادل. كان ممكن ننتج قطن وزراعة قوية تخدم الشعب مش القلة اللي بتملك الأراضي. وقناة السويس كانت هتفضل مصرية وكانت هتجيب لمصر دخل سنوي رهيب. القناة كانت ممكن تبقى أقوى ورقة ضغط في إيد مصر قدام العالم كله. كان ممكن مصر تسيطر على التجارة العالمية اللي بتمر من خلالها. والبعد السياسي كمان كان هيتغير تماما. مصر كانت هتحكم نفسها بنفسها مش بريموت كنترول من لندن. البرلمان اللي إسماعيل باشا عمله كان هيكبر وهيبقى ليه سلطة حقيقية. كان ممكن تكون البلد ملكية دستورية أو حتى جمهورية بدري أوي. كان ممكن نتحالف مع فرنسا اللي وقتها كانت بتنافس إنجلترا، وكان ممكن نعمل توازنات مع الدولة العثمانية من غير ما نبقى تابعين. كنا هنقدر نلعب سياسة دولية حقيقية. اليابان خدت نفس الطريق بس كملت. اليابان بعد 1868 عملت نهضة ميجي، طورت التعليم والصناعة والجيش وبقت قوة عظمى. احنا كنا ماشيين معاهم في نفس الوقت بس احنا وقفنا. كان ممكن نكون زي تركيا بعد كمال اتاتورك اللي بنى دولة حديثة بعد ما الخلافة العثمانية وقعت. مصر كان عندها كل المقومات إنها تعمل ده من بدري. في الحرب العالمية الأولى كان ممكن دور مصر يبقى كبير. كان ممكن تبقى قوة إقليمية بتفرض شروطها مش بتنصاع لشروط غيرها. كان ممكن مصر تاخد مكان على طاولة رسم حدود الشرق الأوسط. لكن الاحتلال حصل وتاريخ مصر اتغير. بس يا ترى كان ممكن نبقى إيه؟ التاريخ كان ممكن يكتب إن مصر بقت من أوائل الدول اللي خدت استقلالها الحقيقي وبنت اقتصادها وسياستها وبإيديها. كانت هتبقى تجربة مصرية خالصة مختلفة عن أي دولة تانية. ودايما التفكير في اللي كان ممكن يحصل يساعدنا نفهم اللي حصل فعلا ويدينا أمل نفكر إزاي نكمل الطريق. إحنا شعب يستاهل يكون في مكانه الطبيعي، واللي جاي لسه في إيدينا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.